تعرفون منصة العرش ما شلمصر الثالث يعني بس ويا شلمصر الثالث ومردوخ زاكيري شوبي ملك بابل بس بيها قصة تقهر يعني وقهرتني. عندك الملك البابلي مردوخ زاكيري شومي ملك خوش ملك سوى عمارات البابل. بس مرة من المرات أخوه الصغير تمرد عليه اسمه مردوخ بيل واشطي الاسم الثالث تلكأوا بي. مهم من تحالف ويا القبائل البدوية يعني تحالف ويا البدو أخوه الصغير وحارب الملك الملك البابلي مردوخ زاكيري شومي. مردوخ زاكيري شومي سوى رادي حليف قوي فتحالف ويا الملك شلمصر الثالث ملك الآشور فتحالف وياه وحاربوا أخوه الصغير معركة قرب نهر ديالة تقهر. وبعدين صار التحالف وبعد ما أقول سالفة تقهر صار أكو تحالف بينهم وأول مصافحة بالتاريخ هاي تعتبر وصارت منصة العرش بين مردوخ زاكير شومي وشلمصر الثالث. بعدها ابن الشلمصر الثالث عاق ابن العاق آشورذان ابن العاق هذا ابن عاق سوى هذا مردوخ تحالف ويا ابن هذا العاق عم يسقط حكم شلمصر الثالث. عمي هذا شلمصر الثالث تحالف وياك ساعدك بالحكم انقذ حكمك تجي تتحالف ويا ابنه او تسقط حكمه فتحالف وياه ضد الملك شلمصر الثالث. يعني مردوخ يعني انت خوش ملك وعمارة بابل تجي تسوي هاي الغلطة تجي تنكر الجميل انقذك اجا واحد انقذك. فبعدها صارت سوى شلمصر الثالث حارب مردوخ زاكيري شومي وانتصر عليهم هو وابنه وقضى على هذا انقلاب مال ابنه قضى عليه وعين ابنه. يعني ارتاحت استغفر الله يعني انت تنكر الجميل مال الملك شلمصر الثالث هاي شيء قهر. يعني انت هيك ملك عمر بابل وملك جيد يسوي هاي الخطوة الغلط يعني يتحالف ضد اللي ساعده بالحكم يعني يتحالف ضد اللي ساعده يعني انت تريد تخيل تحارب واحد قدر ينتصر على 12 مملكة معركة قرقة. فمن هاي الممالك مملكة سينانو ومملكة آرام دمشق ومملكة حما وإسرائيل الملعونة هاي ضوجتني يعني مملكة إسرائيل وسينانو وعرقة وعامون ومملكة قيدار العربيين. تجي انت تريد تحاربه يعني انت حتى يمكن لا تجي تحارب واحد ملك هيك قوي حارب 12 مملكة مذكورة بمسألة السوداء يعني هاي قصة تقهر. يعني هاي قصة قهرتني من خطأ من ملك مردوخ زاكيري شومي.